السلام عليكم. جينا باش نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى، وأكيد ما نجمو نحكيو على الرابطة هذه إلا ما تكون كان بالفضايح والكراكوز بعد اللي شفناه من المقابلة متاع اليوم اللي تلعبت ضد ستاد والمرسى. كل قائل خلينا نبداو الساعة بالحادثة هذه قبل ما نجيو لمقابلة الترجي التونسي يلعب مع بيجا، والنادي الإفريقي اللي يلعب مع المتلوي، والسي اس اس كيف زادا يلعب مع مستقبل جيبس. المقابلة ذي كانت في الاستاد متاع المرسى عبد العزيز الشتيوي. كنا نستناو ونعرفوا مقابلة باش تكون ماهيش مقابلة معناها باش تكون فنيا محترمة برشا، مانيش باش نشوفوا برشا كورة برشا لعب، لكن شفنا شو واللعب فوق أرضية الميدان. وهنا أنا ما فهمتش الحقيقة، معناها هو أول حاجة اللي لازم نستنكروه هو اللي يحصل من المحب متاع المستقبل هذه المرسى وقت اللي هبط. فهمتش أنا معناها على أساس الدنيا مسايبة على قرنو وكيك نقز السيد هبط لتين ها، ومن بعد كانت له مناوشات مع الملاعبي صار عليه معناها كلام، رجع الفعل. سي الحكم لهنا شنو يعمل إقصاء للملاعبي ورقة حمراء. هذه في حد ذاتها بالنسبة لي أنا أعتبرها فضيحة، خاطر الفضيحة تعتبر متسلسلة. احنا كي نتفرجوا ساعات في محب يهبط باش يتفرج ويهبط باش يصور مع ميسي ولا مع كريستيانو وإلا مع مبابي ولا مع أي ملاعبي وكان في البطولات الأوروبية، وقتها تصير هبة. فما ناس معناها مسؤولة تصير هبة لحماية معناها الملاعبي ديريكتومو السيد يرجعوه، ماهيش مسايبة الدنيا الاستادية ديريكت يعملوا هكا يرجعوا الملاعبي. ما بالك كي نتفرج واحنا في المقابلة متاع المرسى اللي بصراحة غياب خلينا نقولوا ما فما الملاعبية هما اللي دخلوا ما بين الملاعبي صاحبهم وما بين المحب هذا. من بعد صارت المناوشات، من بعد تصير محب ضرب والملاعبي رجع الضرب خلينا نقولوا. دونك كان هنا مشكلتي علاش ما تمتش حماية الملاعبي وقت اللي يوصل محب يهبط على أرضية الميدان. احنا ولات ناس عنا باندية، عبارة باندي هابط للتيران باش يضرب العباد. ليه وزيد الغريب أكثر من هكا وقت اللي يكون الحكم يعمل هكا ويعطيه ورقة حمراء وإقصاء للفريق متاعه، معناها يزي أنا إنسان جاي باش يضربني وقت اللي أنا رد الفعل ما عنديش الحق نزيد ناخذ أنا ورقة حمراء. هنا ويني العدالة الكروية اللي تحدثوا عليها؟ هذه دو سامحني شبينا ونشوفوش احنا في البطولات الأوروبية كي تصير حاجات من نوع هذايا يتم إقصاء الملاعبي. مثلا يجي محب يحب يتصور معاه ولا ما نعرفش شنية يبعد عليه يعمل له هكا يقول له هكا. هذا الكل علاش ما شفناش؟ علاش؟ لأنه ناس تطبق في حاجات صحيحة. احنا ديما عنا حاجات نعتبرهم اللي هم متخلفين برشا، لو ما يخليوكش تقدم. راك اليوم انا بالنسبة لي ما عندكش علاش تقصي في الملاعبي مادام التدخل اول حاجة ما كانش معناها باهي. خويا هو اقصيته هو والملاعبي شنو اللي عملت له؟ اقصيته زاده خرجته من التيران. شوف انت معناها كريت على جمعية تقعد تلعب ب10 ومن بعد كلات حارة وكلات 4. دونك هذه معناها بالنسبة لنا اللي نقاط استفهام. ومن بعد كي نشوفوا حتى تصريح متاع الملاعبي الحقيقة يقول لك أنا أمي فوق الناس الكل وتتسب. معناها الحقيقة نولي أنا مانيش مبرر له ومانيش مبرر لحد شيء ولا الغلط ولا العنف ولا اللي هو، لكن من بعد نولي على الأقل نقول بيني وبين روحي يمكن عنده علاش عمل لك هيك، مش مهبول هو قعد كي قام قعد سايد ولا ديريكت معناها يعمل في مشاكل مع الناس. دونك هذه معناها الحقيقة المداخلة هذه اللي حبيت نحكيها بخصوص الموضوع هذايا، واللي منه هو نحكيه زاد على السكور اللي هو مهم جدا، واللي اليوم خلى الملعب التونسي 44 نقطة بعيد 1 بوان على الكلوب افريكان وبعيد 3 بوان على الترجي الرياضي التونسي اللي عنده 27. هنا كي نجي نحكي انا على ردة الفعل متاع زوز فرق راني نعتبرها اللي كونه اليوم استاد تونيزيان شدد الملاحقة. استاد تونيزيان خنق خلينا نقولوا معناها بالفوز متاعو معناها انتر بارونتيز الترجي الرياضي والنادي الافريقي اللي يصبحوا مطالبين بالفوز. نجيو نحكيو على الترجي الرياضي التونسي في انتظار انه باش نحكيو على الكلوب افريكان.
الترجي الرياضي اللي التشكيلة متاعه معناها اللي لعبت ضد المتلوي في المتلوي شهدت عديد الغيابات، منهم تقريبا معناها 6 تغييرات في التشكيلة الأساسية. غياب اللاعب كوسيلة، غياب اللاعب توغاي، غياب اللاعب المساكني بتبيته معناها بهم مش قاعد يتلنا مع الجروب، غياب كيف زاد اللاعب دانو، البليلي بتبيته معناها من مدة غايب. دونك غيابات كما هذه راهو تأثر. كي نحكيو اليوم على العودة الجماعية خلينا نقولوا اللي اليوم شفنا أول حاجة تدريبات كان شهدت عودة يانساس اللي تعتبر نقطة إيجابية، وحتى إذا كان مش موجود بنسبة كبيرة، إذا ما قلناش 100% غدو مش يكون موجود ضد بيجا، لكنه أنا نتصور إنه باش يكون موجود في المقابلة متاع الهلال اللي باش يكون ضد الأهلي المصري في تونس نهار 15 مارس. الحاجة الباهية زادة الأخرى هو عودة بقية الملاعبية كما اللاعب كوسيلة، كما محور الدفاع توغاي اللي شفنا مشاكل كبيرة في دفاع الترجي التونسي في المقابلة الفارطة. هذه كل نقاط إيجابية. دونك هنا باش نشوفوا الترجي كيفاش باش يتعامل مع الوضعية هذه اللي ما عنده حتى حل غير انه ينتصر. تحب تلعب تحب تربح لازمك تنتصر. ما فماش يا مرحميني وما فماش يظهر لي وما فماش من الاخر، ما عندك حتى عذر غدوة. يا تربح لازمك تربح، عندكش عذر. لا ملاعبي عنده عذر، لا تقول لي سيام، لا تقول لي ارضية ميدان. اذا كان باش تحكي على ارضية الميدان من احسن ما فهم، اذا كان باش تحكي على سيام كلهم صايمين، حتى الفريق المنافس صايم. دونك انت ما عندكش حتى عذر غير انك باش تحط الكرة في الشبكة وتربح المقابلة متاعك في انتظار المقابلة الأخرى اللي باش تكون ما بين كلوب أفريقيا والمتلوي، واللي نفس الكلام اللي حكينا على الترجي التونسي باش نحكيوه على كلوب أفريقيا. هي عودة زوز ملاعبية، الحارزي رجع كيف زاد صادق محمود كيف زاد رجع، وفما إمكانية لتكون تغييرات بالجملة في تشكيلة كلوب أفريقيا. انا نشوف زاده نفس الكلام. كلوب افريقيا اذا كانت تحب اليوم تنافس على الشامبيونات وتحب تلعب الادوار الاولى، راهو ما عندك حتى عذر غير انك تربح المقابلات نتاعك، وخاصه المقابله نتاع غدوه اللي هي ضد المتلوي. زدت ما لعبتش في مقابلات سيام ورمضان وسخانه. المقابله هذه معناها باش تلعب غدوه وهذه ساعه، لازمك تربح المقابله نتاعك باش تقعد في الكورسه، باش تقعد قريب لكوكبه الصداره. على الاقل هنا تقلص الفارق ما بينك وما بين الملعب التونسي، يرجع 3 بوين و 4 بوين سامحني. مهما كانت نتيجه نادي صفاقسي واللي هو الاقرب للفوز بطبيعتك زاد تخلي ليكار نتاع 6 بوين، ومع الترجي التونسي تقعد 2 بوين. اذا كان صار عكس هذا راك بالنسبه لي انا راك كانك تلعب بالنار، وهنا راه باش يكون عنده اكيد تاثيرات. دونك نتصور اللي ترجي رياضي وكلوب حاطين معناها 100% على زوج مقابلات نتاعهم غدوه، حتى نادي الصفاقسي معناها تقريبا 3 فرق حاطين 100% باش يفوزوا بالمقابلات نتاعهم من اجل التوازن نتاعهم على المستوى الصداره، ولا خلينا نقولوا معناها كوكبه الطليعه. تقعد ما فماش تغيير كبير غير انهم معناها يمشيوا للامام معناها في نفس التوجه في نفس النقاط، خلينا بلغه اخرى معناها نقولوها. دونك غدوه ان شاء الله بعد الماتش اكيد باش نرجعوا باش نتفاعلوا على المقابله، وان شاء الله المشاهد الكارثيه والفضايح اللي شفناها من في اللقطه نتاع المحب واللاعب المرسى ما عادش تتعاود في كرة القدم التونسية.